برج السرطان، اهلا بك يا سرطان. معانا قراءة شهر ديسمبر وطاقة ديسمبر لك يا سرطان. بنتكلم عن الحالة العاطفية والحالة العامة للسرطان، وكمان الحالة المالية والمادية والصحية. طيب نستقبل الطاقة ونحط النية ونستقبل يا سرطان، وما ننساش الفول واللايك علشان توصلك كل قراءات الشهر ورسائل الشهر اللي بننزلها. ناخد طاقة ديسمبر. أول حاجة يا سرطان، الطاقة العامة ليك يا سرطان. بداية الشهر ليك بيبتدي فيها فقد الشغف وإحساس بالتغيير، عايز حاجة تغير حياتك في أمر ما، أمور ما. دماغك عمالة تفكر إنك فقد الشغف شوية وحاسس بملل ومحتاج حاجة تغير حياتك، عايز حاجة تتواصل بيها تغير حياتك، وخاصة في العمل. شايفة كمان السرطان العمل أكتر حاجة مخلياه محتاج ياخد خطوة جديدة، أو بيفكر في بداية في شهر ديسمبر لاستعداد لخطوات جديدة على أول السنة. فدماغ السرطان شغالة في الموضوع ده. طيب هل في تجديد؟ في تجديد في حياة السرطان، في خطوة جديدة تعملها يا سرطان. بالفعل بيظهر لك مسؤولية جديدة في ترقية، شهرة، مكانة، مسؤولية في شغل جديد، حاجة بتحصل جوه شغلك أو جوه العمل أو جوه المال. بيحصل لك مسؤولية جديدة، مسؤوليتك بتزيد، رعاية جديدة لشغلك، أو إنك تبذل مجهود زيادة في الشغل. كمان يا سرطان في حاجة محفزة جدا هتظهر لك في العمل أو في طاقتك العملية، طاقة المال أو طاقة شغلك، هتخليك يعني زي مشهور وباين وظاهر. ممكن تتعرض لحسد، ممكن تتعرض لحاجات حلوة، وممكن تتعرض لحاجات مش افضل حاجه في الشغل. يعني تنتبه، يعني هيحصل حاجه حلوه بس ممكن تلاقي اعداء كتير، كنت ظهور ناس كتير باعداء كتير، ناس تبص لك بطريقه مش كويسه، ناس تغير منك، ناس تحقد، ناس تدور وراك على غلطه، عايزه تظهرك بشكل مش مظبوط، لانك انت بتمسك منصب جديد او مسؤوليه جديده او شغل جديد او طريق جديد في شغلك، او حاجه بتظهرك في شغلك، مشروع، اي حاجه في شغلك بخصوص العمل. طيب. بسم الله، خلينا ناخد الطاقه العاطفيه للسرطان ونشوف ايه اخبار العاطفه عندك يا سرطان. بسم الله الرحمن الرحيم. اخبار طاقه السرطان العاطفيه ايه؟ الورق بيقع لوحده. واخبار طاقتك ايه يا سرطان؟ بشوف ان السرطان طالعه لوحدها. بشوف ان السرطان عندك يا سرطان بعض الغموض يا سرطان، بعض الغموض يا سرطان. عندك تنافس كده وصراع داخلي في العلاقه، وعندك بس التنافس والصراع الداخلي واخد من، يعني محسسك بصراع ناري شويه، يعني متحمس لوصول لهدف. ممكن يكون انت محتاج نفسك، محتاج تفهم نفسك قوي، محتاج حاسس ان انت مش واخد حقك، حاسس ان انت عايز حقوقك العادية، حتى حاسس انك مش واصل حتى لحقوقك العادية، حاسس بصراع، حاسس بانك انت الجانب اللي جواك اللي بيعمل صراعات، وفي خناقة جواك، في خناقة كبيرة جوا السرطان وغموض، وحسك بيكلمك بكلام، واحساسك بيكلمك بكلام، وعقلك بيكلمك بكلام، وصوت قلبك بيطلع بتقلبات مزاجية ومشاعر. محتاج تغير حاجة مهمة في حياتك، محتاج، وفعلا انت داخل على مرحلة تغيير يا سرطان، خلاص بتاخد قرار بالتغيير، عايز تغير. طيب الملل والزهق والحياة الروتينية اللي انت عايشها، زهقت، عايز تغيير غير تقليدي،
عايز خروج من من كيان انت قاعد فيه، سواء في شغلك او في، على فكره ده طاقه عامه عند السرطان، شايفه كده. حتى في شغلك، عايز تغيير، حتى في العلاقه مع حبيبك عايز تغيير، بتسعى للتغيير، عايز تهرب من التقليديه، زهقت من نفس النمط، بتقف بقوه وبتقرر حتى لو هتخسر ايه، انك عايز تغير يا سرطان. بتعلن ان انت قوي وعندك القوة للتغيير وعندك الرغبة في التغيير، لكن خايف من خسائر سواء مادية او مع حبيبك، خايف من خسائر حبيبك، خايف من خسائر ناس، خايف تخسر ناس كتير في طريقك، خايف يكون القرار غلط. فانت في صراع داخلي رهيب يا سرطان. تبحث عن بداية جديدة وانتظر في اول السنة بداية جديدة يا سرطان. خلينا ناخد رسالة ليك يا سرطان، او رسالة ليك في شهر ديسمبر، رسالة من حبيبك وطاقة حبيبك. طاقة الحبيب او طاقة رسالة من حبيبك، او عايز يقولك ايه، او حبيبك بيفكر فيك ازاي. خلينا ناخد حبيبك، طاقة حبيبك الاول. طاقة حبيبك، وحبيبك شايفك ايه وبيفكر فيك ازاي، لان ده موضوع بالنسبة لك مهم. طيب بشوف ان حبيبك الى حد ما بيفقد فيك الثقة، وده شيء مؤثر عليك جدا يا سرطان. حبيبك الشخص الحازم العقلاني اللي بيفكر بعقله بس، ومشاعره راكنها على جنب في الفترة دي. كمان طاقة اقول ايه، بس طاقة تعلق من حبيبك ليك، طاقة تعلق بأشياء مادية من حبيبك ليك. وكمان طاقة، بحس انها طاقة مش متفقة مع السرطان، طاقة بتقفل حياته السرطان. الشخص ده متعلق جدا وفي نفس الوقت شخص محير، شخص غير مفهوم بالنسبة للسرطان، شخص يعني واخد الأمور بعقله، بيفكر في الحاجات يعني بيفكر في الحياة من غير مشاعر، من غير أي مشاعر. طيب شايفك إيه يا سرطان؟ شايفك حد بيشوف السرطان شخص لسه مبتدئ في الحياة كده، لسه محتاج يتعلم كتير، محتاج ينضج. شايف السرطان ان هو شخص مش عنده يعني عنده عادات وتقاليد خانقة الشريك، دي حاجة. كمان شايفك يا سرطان ان انت عندك حزن باستمرار وسببت له حزن كمان، يعني شايفك شخص بيسموه حزين على طول، مش عارف يتعامل مع حزنك. بس طب بيشوفك منطلق، وبيشوفك حد محبوب، وبيشوفك حد من الناس المحبوبة المنتشرة المنطلقة اللي عندها مواهب كتير، وبيشوفك يا سرطان حد محبوب لناس كتير، لكن هو في مشكلة شخصية نفسية ما بينه وما بينك. طيب خلينا نقول طاقة المال للسرطان، لان انا قلتها في الاول بس هنقولها تاني. طاقة المال متدفقة يا سرطان، في تدفق في طاقة المال، وفي تحسين في طاقة المال، وفي استقبال لأمر بيكسر قاعدة المال عند السرطان. خليك فاكر دي يا سرطان. طيب صحة السرطان وبيفكر في ايه؟ انتبه لصحتك يا سرطان، محتاج تنتبه جدا لصحتك. الصحة عايز تنتبه ليها فترة شهر ديسمبر بقوة. الصحة مش هتكون أفضل حاجة قوي للسرطان، محتاج تهتم أكتر وأكتر 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 لصحتك يا سرطان. طيب الناس اللي مستنية تواصل أو رجوع أو منفصلة ومستنية تعرف هل في تواصل، في تغيير. طيب في تغيير في العلاقة، وتغيير ما بينك وما بين شريكك ممكن يؤدي لتواصل، بس في تغييرات كتيرة جدا إيجابية لصالح السرطان ممكن تؤدي لتواصل. دي كانت قراءة السرطان، ودي قراءة عامة لشهر ديسمبر. اللي محتاج قراءة خاصة يتواصل على الرقم اللي موجود في البايو، بيعمل قراءة ليه باسمه وبتاريخ ميلاده. واللي محتاج قراءة السنة كمان يتواصل على الرقم اللي موجود في البايو. لسه هنعلن عنها ولسه هننزلها إن شاء الله قريب جدا. طاقة 2026 دي